تبدأ الحلقة 13 من مسلسل علي كلاعي. تبدأ الأحداث بمشهد صادم داخل بيت الحاج منصور أثناء الحديث عن تقسيم تركة الراحلة فاتن. الجميع كان يعتقد أن التركة ستقسم بين ميادة والحاج منصور فقط، لكن المفاجأة تقلب الموازين. يدخل رجل يدعى جلال ومعه وثيقة زواج رسمية تثبت أنه كان زوج فاتن. الصدمة تضرب المكان. منصور يثور وميادة ترفض تصديق الأمر، وعلي يقف مذهولا. جلال يؤكد أنه تزوج فاتن بعقد رسمي وأن من حقه الربع الشرعي من التركة. يبدأ جدال ديني وقانوني، ويظهر أن الزواج تم بعد طلاق غيابي حدث بسبب تلاعب وأوراق وبلاغات لم تكن واضحة. يتهم البعض همت بأنها كانت سببا في السرقة وسوء الفهم، بينما تؤكد أنها كانت مستغلة ومخدوعة. المشهد يتحول إلى فوضى كاملة، تبادل اتهامات، أسرار قديمة تنكشف، وخيانة تتضح تفاصيلها. علي يحاول تهدئة الوضع، لكن الاحتقان أكبر من أن يحتوى بسهولة. على جانب آخر نرى أجواء مختلفة تماما، أجواء فرح وزيارة مفاجئة من كاميليا التي تأتي لتبارك لعلي، وتظهر جانبا مرحا خفيفا وسط العاصفة. لكن خلف الضحكات التوتر ما زال موجودا. ثم تنتقل الأحداث إلى صفوان وشراكته المشبوهة، خلاف حاد بينه وبين أحمد ربنا بسبب الأموال وتقسيم الأرباح. يتضح أن صفوان يدير تجارة خطرة ويبرر نسبته الأكبر بحجة أنه اللي في وش المدفع. تتدخل زوجته فجأة وتفضحه أمام شريكه، تطلب المال وتقرر العودة لبيت أهلها، معلنة رفضها لحياته المشبوهة. نعود إلى خط أكثر خطورة. جلال يساوم منصور، يطلب منه التنازل عن نصيبه في التركة مقابل الصمت وعدم التصعيد. يتهمه بسرقة الذهب ويتوعده إن لم يستجب. الصراع يتحول من عائلي إلى قانوني. مشهد آخر مؤثر. امرأة تظهر فجأة أمام دار الأيتام وتطالب بأخذ ابنها، تدعي أنها أمه البيولوجية وتريد استرجاعه بالقانون أو بالعافية. صاحب الدار يرفض تماما، يذكرها أنها تركته صغيرا وأن الطفل عانى بسبب غيابها. المواجهة حادة ومؤلمة بين أم تريد حقها ورجل يرى نفسه الأب الحقيقي الذي ربى الطفل. ثم تصعيد أكثر خطورة. معلم عظيم يكلف أحد رجاله بمراقبة دار الأيتام وجمع معلومات كاملة عنها، عن عدد الأطفال والموظفين ومواعيد وجود علي هناك. واضح أن في خطة تحاك في الخفاء. ميادة تدخل على الخط بقوة، تواجه خالها، تفتح محلات أمها بالقوة وتعلن أنها ستضع اسمها على كل شيء. تقولها صريحة: أنا ست ما تتسابش، واللي يسيبني أرد بإيدي. تكشف أن رجوع علي لها ليس ضعفا منه، بل قرار منها هي، وترفض أي وصاية عليها. وفجأة ضربة جديدة. محضر رسمي من المحكمة يصل إلى الحاج منصور، دعوى من البنك بسبب ديون لم تسدد. خطر السجن يقترب. منصور ينهار ويبدأ التفكير في بيع نصيبه من التركة، لكن ميادة ترفض التراجع عن الأرض التي أخذها علي وبنى عليها دار الأيتام. تخطط لاسترجاع نصف الأرض غير المبني بحجة أنه من حقهم لإنقاذ والدها من السجن. في النهاية ميادة تطرد خالها من المحلات وتعلن تغيير اللافتات ووضع اسمها رسميا. المشهد يختتم بدخول منصور الجوهري وهو يحافظ على هيبته وسط الانهيار المتسارع لكل شيء حوله. الحلقة تنتهي وكل الخيوط متشابكة. زوج غامض يطالب بورث، ديون تهدد بالسجن، دار أيتام تحت المراقبة، أم تريد استعادة ابنها، شراكات فاسدة على وشك الانفجار، وميادة تتحول من ضحية إلى لاعبة أساسية في الصراع. حلقة مليئة بالمفاجآت والانفجارات الدرامية، واللي جاي شكله